السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الكرنب الجميل ده؟ شايفين قرص الكرنب القمر ده؟ هنعمل مع بعض بقى ايه؟ محشي كرنب من اوله لاخره، من اول السليق للتوضيب للحشو للخلطة بتاعته، لكل حاجة. تعالوا معانا، مش هيكون في اسرع ولا اسهل من كده. هتحبوا ان انتوا تعملوا محشي كل يوم والله. شايفين؟ دي بقى الحله بعد ما عملتها. هتقولي الدنيا الاضاءه عامله كده ليه؟ الاضاءه بايظه عشان خاطر السبوتات ولعت فوقيه وانا بعمل الاكل. يلا الحمد لله. السبوتات بتاعه المطبخ حصلت قفله في العماره عندي اللي انا ساكنه فيها، فاثرت على الشقق، فكان التاثير عليها عندي على الراوتر بتاع النت وعلى السبوتات بتاعه المطبخ. السبوتات عامه معظمها بتاعه الشقه، بس اللي كانت كلها طارت السبوتات بتاعه المطبخ اللي هي الكبيره. فالحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. شايفين؟ والله العظيم المحشي كان عايز نور بس. ولا الفراخ دي، نص فرخه دي يا جماعه، انا رحت اشتريتها من عند بتاع الفراخ وقسمتها بيني وبين واحده بالنص. هي دفعت النص وانا دفعت النص. هنعمل ايه بقى؟ الدنيا بقت صعبه وغاليه قوي. بعد ما كنت بعمل فرخه كامله بقيت اعمل نص فرخه. يلا هنعمل ايه؟ الدنيا كده. جبت بقى الكرنبيه بتاعتي بقورها، اشيل الراس بتاعتها كده بالتقويره كده زي ما انتم شايفين. هنعمل التانية برضو. شايفين الكرنبه كانت فظيعه. انا بجيب من عند واحده عندنا غاليه شويه، عن بره 5 جنيه الكرنبيه، بس الكرنب بتاعها فظيع. جربت من بره، يعني كرنبها فظيع. ربنا يوسع رزقها ورزق العباد يا رب. بقورها كده، وعندي حله كبيره. وابتدي ان انا احط فيها معلقتين ملح كبار كده، وابتدي ان انا احطها على وشها. لو الكرنبايه كبيره عن الحله بتاعتك، بتبتدي ان انت تشيلي ورقه ورقه، يعني بتبتدي ان انت تفككيها ورقه ورقه بالراحه، وتروحي حطاهم في الحله عندك اللي فيها ميه مغليه. لو الكرنبايه كبيره، انا الكرنبايه كانت عندي عندي حلل كبيره. يعني انا الحمد لله الطقم بتاعي فيه حلل كبيره قوي للكرنب يعني. فعشان كده عملتها سليمه. في طريقه قبل كده انا كنت عاملاها مفكوكه، بشيل كده عرش، اللي هو العرش ده، بشيل ورقه ورقه واحطها في الحله. هي كده الكرنب اصلا يعتبر ان هو السلق. ببتدي ان انا اشيلها ورقه ورقه زي ما انتم شايفين كده. اول ما تلاقوها بقيت طريه نص طراوه كده. نص طراوه يا جماعه. ما بياخدش اصلا دقيقتين او 3 دقايق في البوتاجاز. خلي بالكم عشان خاطر في كرنب بياخد الكرنبايه المكبوسه بتاخد سوا في الميه وهي بتتسلق، والكرنب اللي هو مش مكبوس اللي هو المهوي هتلاقيه ما فيهوش عروق كتير ولا عروش كتيره. ما بياخدش 3 دقايق اصلا في الميه. احط الكرنبايه التانية بقى بتاعتي اهو. شايفين؟ زي دي الورق اللي انا كنت هحطه ده، بشيلها كده ورقه 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 ورقه. دي اصلا كانت مفكوكه لان الكرنبيه ما شاء الله مهويه كده وحلوه، مفرغه من جوه، مش مكبوسه، ما فيهاش عروق كتير. فدي مش هتاخد عندي سليق كتير. يعني السليق بتاعها الكرنبيه كلها عقبال ما اطلعها كلها عباره عن 3 دقايق، مش اكتر من كده، عشان خاطر الكرنب ما يتهريش. لو اتهرى مش هتعرفوا اصلا تسلقوه، هترموه الكلاب حتى مش هتقدر تاكلوه. هترموه في الزباله، هترموا لي الفراخ ده لو حد عنده فراخ بيربيها اصلا في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي، وغلو الاعلاف والحاجات دي يعني. انا بالنسبه لي هي كده اتسلقت. شايفين الحته القلب دي؟ قلب خصايه زي ما بيقولوا كده، دخلت على بقي على طول. شايفين؟ هبتدي بقى ان انا اطلعهم وبس. شكرا على كده. كده احنا خلصنا من السليق الحمد لله. ندخل على اللي بعده. هبتدي ان انا احاول ان انا اوضبها، بس هلاقي نفسي ان انا بتلسوع. سخن قوي، عايز يبرد شويه. بايديا عماله تتلسوع. طب انا ايه اللي يخليني اذنب نفسي؟ طب ما انا في خلطه لسه هعملها وليله طويله ورايا، فاروح اعمل الليله الطويله اللي ورايا وبعد كده ارجع ان انا آه يعني ابتدي ان انا اوضب. ايديا اتلسوعت كتير قوي. ما كنتش قادره اصلا ان انا امسكها. شايفين ايديا احمرت جامد ازاي؟
الحتت اللي هي العروش الناشفه دي بتبقى في النص كده بشيلها، ما بنستخدمهاش، نحطها في تحت الحله، من تحت خالص في قعر الحله. شايفين انا بوضبها، بخليها قد صوابع الايد كده، شايفين قد صوابع الايد عشان اعرف ان انا الفها. سيبها بقى وهروح ان انا اعمل الخلطه بتاعتي. احنا قلنا المحشي بيحب البصل، والبصل يموت في المحشي، في الخلطه بتاعه المحشي. ابتدي ان انا اجيب البصل عندي ابشره. والله انا كان بودي احط بصل اكتر من كده، انا بعشق البصل بسكر في الطبيخ عامه، وفي المحشي بالذات بحبه يكون كتير. بس البصل وصل ل20 جنيه يا جماعة، فقررت ان انا امسك ايديا شوية في البصل شوية، عشان خاطر ايه الدنيا تبقى تمام. كيلو البصل ب20 جنيه، والناس المحترمة يعني مش الناس اللي الكويسة شوية بيبيعوه ب15 وب16 جنيه، كتر الف خيرهم والله. هبتدي بقى ان انا اجيبه كده واحط عليه الزيت، المحشي يحب الزيت والزيت يحب المحشي. هحط بقى، ابتدي ان انا احط سكر. الله، البصل ده بالسكر عايز يتغمس كده، طعمه فظيع يعني. بفضل اجيب معلقه وافضل اكل فيه كده هو بيتحمر. شايفين الورق اللي ورا ده، هو ده الورقتين المفكوكين اللي حطيتهم كده ياخدوا سخونيه الميه، عشان خاطر انا نسيتهم، كانوا مفكوكين من الكرنبايه، لان الكرنبايه مهويه زي ما قلت لكم. شايفين تليفوني بقى فصل شحن، كنت عايزه اوريكم وانا حاطه الطماطم اللي انا ضربتها وكده، بس تليفوني فصل شحن. دي بعد ما ضربت الطماطم واحطها عندي على البصل، بعد ما البصل يكون لونه مصفر كده، وابتدي ان انا احطهم، وابتدي ان هو يسكسك اول يتسبك. اول ما يتسبك كده هتلاقوا ان هو بيعمل بوم بوم بوم، فقاقيع كده بسيطه وناشفه كده. هبتدي بقى ان انا احط البهارات بتاعتي. حطيت بهارات محشي، بهارات المحشي حلوه قوي فظيعه يعني. حد عطار كده جنبي اداهالي، قال لي فظيعه، ريحه وطعم ولون، الصراحه جميله. واحطي فلفل اسمر واحطي كزبره ناشفه وكمون، شويه كمون صغيرين. هنا عندي بقى الرز غسلته وحطيته الاول، حطيت الخضره شبت وكزبره، ما بحبش البقدونس في المحشي، شبت وكزبره. بعد ما غسلته قطعته قطع صغيره كويس، ومعاهم فلفل، برضو المحشي بيحب الفلفل. ابتديت بقى ان انا احطهم الاول في الصلصه، في الطماطم المسبكه عندي، عشان خاطر كلها تتغلغل فيها. وبعد كده بحط الرز زي ما انتم شايفين بقى. ابتدي ان انا اقلب فيه كده بسرعه كده، هو شعريه على النار، لقيته محتاج شويه تسبيكه، حطيت شويه تسبيكه. العلبه دي انا بيبقى بعمل تسبيكه كتير وبشيل احطها في العلبه دي، وبشيل شويه احطهم في العلبه دي، بستخدمهم بقى في كل حاجه وفي اي حاجه فيها طبيخ. ممكن اعمل مكرونه منها، مش لسه هسبك من اول وجديد. اي حاجه بحتاجها من الصلصه او الطماطم بحب احطها. دي الفلفل الاسمر، البهارات عندي قلت احط بهارات تاني عشان خاطر اعزز الريحه كده، وشويه كزبره ناشفه بس. هي كده عندي يعتبر خلصت. هروح بقى للورق بتاعي اللي انا موضباه. شايفين الكرنب ده اهو، بالراحه اهو كده، احط شويه كده وابتدي ان انا الف من ورا لقدام. في ناس بتلف من قدام لورا، حسب ما ايدك هتجيب، حسب ما ايدك هتعمل براحتك. انا جبتها من ورا لقدام، او اللي علمتها لي اختي ربنا يديها الصحه ويبارك لها في اولادها، هي اللي علمتها لي من ورا لقدام. حسب ما ايدك هترتاحي فيها، من ورا اعمليها، من قدام هتعمليها، بس انا بالنسبه لي كانت اسهل من ورا. واحده كمان اهو. الورقه عندي شايفينها، الورقه مش كبيره قوي، انا بحب اعمل المحشي يكون صغير، ورقه صغير كده. شايفين؟ واتك عليها كده بالراحه، بتك عليها لان هي مش مهريه في السليق، السليق بتاعها مظبوط. شايفين بقى صباع المحشي ملفوف لفه جاتوهات زي ما بيقولوا كده. شايفين؟ دي ورقه صغننه خالص، بموت انا في المحشي الصغير ده. في ناس بيعملوا فطاحل، بيعملوا قد كوع الايد. عندي بقى الحله بعد ما اتحشت، شايفين بقى محشوش محشي ازاي. عندي بقى ابتديت ان انا احشي الفلفل عندي مش بخليه مكبوس قوي، بهويه، وبعد ما بحشيه بجيب بقفله بالقفل، ما بحطش فيه المحشي زمان كنا بنحطه كده بيفرفط بره، بنغطيه بالقمع بتاعه بعد ما بننضفه وبنغسله. ما ترميش القمع بتاعه، غطيه بيه.
بيبقى شكله حلو، وفي نفس الوقت بتحافظ عليه من ان هو الرز بتاعه اتفرفط بره، ويبقى الحله بتاعتنا شكلها مش حلو. شايفين؟ ولا في رزايه بره، ولا في رزايه بره يا جماعه. اجدعها واحده تحشي محشي. طبعا فضل ربنا، اللهم لك الحمد والشكر، ثم لاهلي اللي علموني كده، اختي وامي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. نبتدي بقى انا نحط عليهم شويه خلطه من اللي هي عندي، اللي هي متسبكه، الطماطم المتسبكه. مفيش اجمل ولا احلى من كده، بيخلي المحشي لونه احمر لما يجي يستوي. عندك بقى الحله كنت قلبيها وشكلها جميل، وبصوا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس النور عندي كان بايظ، ما عرفتش ان انا اصور. يلا، كان لسه النور اصلا بايظ، يعني انا كنت بعمل الاكل ده والنور كان بيولع عندي. اللهم لك الحمد، الحمد لله. يلا، لو عجبكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وسيبوا لي تعليق حلو زيكم. باي باي.